الكوسة بالبشاميل أكلة ما بينشبع منها، وأنا متأكدة إنه أول ما تشوفي هذا الفيديو حتخططي إنه طبخة بكرة هي كوسة بالبشاميل. أول شي رح نعمله هو تقطيع الكوسة بهالشكل وبهالسمك، ممكن تقسموها كمان كقوارب، في ناس بتحب هيك تعمل، وحنسلقها. وبعدين بمقلاية حنحط معلقة كبيرة من السمنة وننزل عليها اللحمة بأي كمية انتو بدكن اياها. واول ما اللحمة تاخد لون حننزل عليها بصلة حجم كبير مقطعة ناعم، وبس تتقلى البصلة بننزل عليها جزرة مبشورة ناعمة. حنرش عليها ملح، فلفل، نص معلقة صغيرة من الزنجبيل، ورشة من جوز الطيب. اما بالنسبة للبشاميل حنحط 5 معالق كبيرة من السمنة و5 معالق كبيرة من الطحين. حنضل نقلبهم طالما وصلت لهذا القوام اللي حتشوفوه، يبقى هي هيك السوائل اللي فيها منيحة او الدهن اللي فيها منيح. حننزل عليها كاسة من مية سلق الكوسة، كتير مهمة هالخطوة. وبعدين بننزل الحليب لحد ما توصلوا للقوام اللي انتو بدكن اياه. حنضيف له 2 ماجي، واحد خضار وواحد لحمة او دجاج عادي اللي بدكن اياه، ورشة من الزنجبيل، ورشة من الفلفل، ورشة من جوزة الطيب، اساسية بهالاكلة جوزة الطيب. وهلا بقى حاترككن تتلذذوا بالطبقات اللي عم تنرص، وفوتوها على الفرن لمدة نص ساعة تقريبا عند درجة حرارة 180، ودوقوها وصحة وألف هنا. باي باي.